اهلا بيكم. انا محمد يوسف وده تصميم على السريع. اول حاجه هندخل طبعا نجيب المقاس 4000 3000 مثلا، وبعد كده ندخل على شكل الرمل اللي احنا عاوزينه نحدد الرمله ونغير لونها شويه ونظبط في اعداداتها. بعد كده ندخل على لون السما، هنقص السما ونغير شكلها خالص. وجمعنا المجموعه دي كلها في جروب سميناه باسم الباك جراوند. بعد كده جبنا شكل ايس بوكس، قصينا منه الجزء اللي فيه التلج جبنا ايس بوكس تاني، ظبطنا الهيوستريشن بتاعته، قصينا منه الجزء اللي هو الصندوق بس، انما الجزء اللي فيه التلج والبيبس مش عاوزينه. جبنا البين تول وقصينا الشكل وحذفناه يعني من التصميم بتاعنا. بعد كده ضمنا الشكل اللي هو الازرق مع الجزء اللي فيه التلج وظبطنا الجناب بتاعتهم مع بعض، عملنا لهم ميرش. وبعد كده بالكولومب تول دي مسحنا الجزء اللي هو مش عاوزينه اللي هو بتاع الغطيان ده، وجبنا الشكل بتاع الكنزة اللي احنا عاوزينها او ازازة الحاجات الساعة اللي احنا عاوزينها. حاولنا نظبط لها الحاجة بتاعتها مع الابعاد بتاعتها مع التصميم، وجبنا حتتين تلج وحطيناهم قدامها عشان يبان ان في فرق. وجبنا اللوجو بتاع الشركة بتاع بيروز باتيس ده، وهنا جبنا جزء من اللي هو التلج او قطرات الندى. بعد كده بدأنا نظبط الجزء اللي هو بتاع الازازة الفاضي عشان يبان ان هو شفاف. جبنا شكل اليد اللي هتمسك الازازة، وقعدنا نظبط الابعاد بتاعتها مع الشكل ده. قصينا جزء من الايد وطلعناه بره الشكل بقى كده، مثلا الايد والازازة، وبعد كده جزء من الايد تاني بره. وهنا بنظبط الدوج والبرن بتاعها، بس ما ظبطش من احسن حاجه يعني. نفس الكلام برضو في ازازه الساعه، الدوج والبرن عشان يديها واقعيه شويه. وهنا الجنب في سنه لمعه، والدراع برضو ظبطنا له الدوج والبرن. جبنا بعد كده شكل اللي هو الكنز اللي هو تبع المقاطعة يعني، وقصيناه مع جزء مع الرمل. عملنا منه نسخة تانية، عملنا دوبليكيت لاير، وبعد كده دخلنا على البلندنج مود وخلينا لونها اسود، وعلى فلتر بلور جازيان بلور. جبنا كلب وبيعمل بيبي في الحاجة الساعة، ما هي مقاطعة بقى فاحنا لازم نبنى بحاجة وحشة يعني. وعملنا له برضو للكلب زي شادو خفيف كده، دوبليكيت لاير يعني. وبعد كده عملنا له اسود، ونفس الكلام بقى الموضوع اللي فات يعني مع الكنز. جبنا بعد كده باسكت الزبالة الكبير ده، قصيناه من اللون بتاعه وعملنا دوبليكيت لاير برضو، بلندنج مود بلاك. وبعد كده فلتر بلور جازم بلور، فلتر بلور موشن بلور. جبنا بعد كده شكل كنز متطبقة، وعملنا منها اكتر من نسخة كده، وخدنا النسخ ديت عملناهم ميرج. وبعد كده عملنا فلتر. وبعد كده جبنا الكلمة ديت جربها وشوف بنفسك الفرق. جبنا بعد كده الكلمة ديت جربها وشوف بنفسك الفرق. كمان جبنا كام شكل السحابة يعني عشان تظبط معانا، وده المقب في الاخر. ودام وصلت معايا الاخر، احب اعرفك بنفسي. انا محمد يوسف، مصمم جرافيك من مصر. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر نفس النظام ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام يا صاحبي.